السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة عالم رجاء، ودائما مع وصفات سهلة وسريعة. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم مسيمنات ديال الفران كيجيو من اروع ما يكون، مقرمشين هشاش ومعلكين من الداخل، كيدوبوا في الفم. كنتمنى انكم تجربوهم باش تعرفوني علاش كنهضر. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه غتنفعكم بزاف بزاف في رمضان ان شاء الله. كنتمنى تتبعوا لا فيديو حتى الاخير. الى عجبكم خليوا لي لايك، قولوها لي في التعاليق وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله نبداو على بركه الله. اول حاجه كنحتاجو كاس ديال الفينو، يعني سبيسيال دقيق، القمح ديال الخبز، كاس بعبر كاس العنبه ما يعادل 150 غرام. وغنحتاجو ايضا 3 الكؤوس ديال الدقيق الابيض اللي يكون خاص بالحلويات ما يعادل 450 غرام. غادي نضيفو الملح الكافي، تقريبا درت واحد نصف ملعقه. وغادي نحتاجو ايضا ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى او الخميره الكيميائيه بعبار 4 غرام. وغادي نضيفو ليهم ملعقه كبيره ديال الخل. وغادي نجمعوا العجين ديالنا بالماء اللي يكون دافي بحال الشكل ديال الخبز. العجينه ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه عاوتاني. وبالنسبه لهاد الطريقه هذه راه تقاسمتها معكم اكثر من مره، هي اللي كنعتمد في جميع انواع المخبوزات، كتهنيني من قوه الدليك وكتعطيني نتيجه اكثر من رائعه. هنا غادي ناخذ العجين ديالنا ندلكوها غير 2 دلكات فقط، غير باش جميع العناصر تداخل في بعضياتها كيف ما كتشوفوا. صافي غادي ندهنوها بالقليل من الزيت غير باش ما تلصقش لينا في البلاستيك. وغادي نديروها في بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح على الاقل 1 ساعه باش نحصلوا على عجين رطب ودالك راسو براسو. وغادي ندوزو مباشره للحشوه ديالنا اللي غنستعملوا فيها 2 بصلات و2 فلفلات اللي شلطتهم على هذا الشكل هذا ولا قطعتهم قطع صغيره كيف ما كتشوفوا. غادي نحتاجو مقله غنديروا فيها القليل من زيت المائده، وغادي نضيفوا ليها هذيك الفلفله والبصله، وغادي نحكوا عليهم 3 الفصوص او 4 ديال الثومه. وبالنسبه للتوابل غادي نديروا نصف ملعقه ديال الكركم مطحون، نصف ملعقه ديال السكينجبير، نصف ملعقه ديال الفلفل الاسود او الابزار، نصف ملعقه ديال الكمون، وملعقه صغيره ممتلئه ديال التحميره الحلوه او البابريكا. وغادي نديروا تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الملح ولا حسب الذوق. صافي غادي نشحروا هاد الحشوه هذه والنار تكون متوسطه، ما نمهلوش عليهم باش ما الخضره ما تطلقش لينا الماء ديالها. صافي مع التحريك المستمر حتى كطيح لينا البصله والفلفله قليلا كيف ما كتشوفوا. عاد غادي نضيفوا لهم تقريبا عندي هنا 200 غرام ديال الكفته اللي ممكن تعوضوها بقطع ديال الدجاج، اولا حتى تطفيو على الحشوه يعني على البصله والفلفله. عاد زيدوا واحد العلبه ديال الطون، هادشي كيبقى اختياري وعلى حساب داكشي اللي متوفر عندكم. صافي غادي نحركوا هاد المكونات هذه كامله مع بعضياتها حتى كتبان لينا الكفته ديالنا تشحرات وراه ما كتاخذش معنا وقت كتير. وكاخر اضافه غادي نزيدوا ربيع ومعدنوس مقطعين، كتبقى اخر حاجه كنضيفوها. كنحركوها مع الحشوه وكنطفيو عليها مباشره. وغادي ندوزو باش نشكلوا العجين ديالنا. غنحتاجو الزيت والزبده. بالنسبه لهذه اللي ضفت ليها تحميره راه الزبده مذوبه، غنضيف ليها قليل من التحميره الحلوه والتحميره الحاره او السودانيه. بالنسبه لهادو هما اللي غادي نورقوا بهم العجين. هنا غادي نحلوا على العجين ديالنا كيف ما قلت لكم، انا خليتها هنا ساعه وشوفوا ما شاء الله كيفاش كتصبح كيف الحرير كلها فقاعات. غادي ندهن سطح العمل بالزيت فقط، وغادي نشكل كويرات كيف ما كتشوفوا يكونوا الحجم ديالهم صغير. وشوفوا العجين كيفاش كيكون بدون تعب بدون مجهود او لا دلك. بالنسبه لهاد الطريقه هذه راه تقاسمتها معكم اكثر من مره، هي اللي كنعتمدها. يكفي انني كنجمع العجين ديالي كنديرو في بلاستيكه ونخليه يرتاح، وشوفوا النتيجه قدامكم كيفاش كتكون. بالنسبه للكويرات راه عطاتني 16 كويره. غادي ندهنوا ليها الوجه ديالها بالزيت
نغطيو عليها ببلاستيك ونخليوها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق، وعاد غادي نبداو نشكلوها. بالنسبه لهاد المرحله دي راه كنخدموا غير بالزيت، يعني كنورقوا الكويره ديالنا بالزيت فقط. وشوفوا ما شاء الله ما حدكم وانتم كتخليوها ترتاح وهي كطوع معاكم اكثر. شوفوا كيفاش كتمشي معاكم كيف الحرير، يعني يكفي انكم غير كتبداو هكا كتطلقوا في العجين راه كتطلق معاكم بكل سهوله. غادي نورقوا العجينه ديالنا ولا الكويره ديالنا حتى كيبان لينا سطح العمل. هذه المرحله هذه مهمه جدا جدا باش حتى المسمنات ديالكم يجيوكم مرقين ومقرمشين. صافي هنا عاد غادي ندهن بالزبده في الوسط ديال العجين وفي الجوانب، وغادي نربعوها بحال الشكل ديال المسمن العادي كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للزبده غنديروها غير في وسط المسمنه. غادي نعاود معكم نفس العمليه، غادي نطلقوا الكويره ديالنا بالزيت فقط ونحاولوا اننا نورقوها حتى يبان لنا سطح العمل باش نحصلوا على قرمشه وتا المسمنات ديالنا يجيونا مرقين، يعني ما يجيش فيهم العجين غليظ في الوسط. صافي دابا غادي ندهنوا بالزبده، غندهنوا الوسط ونربعوها، واي جهه ربعناها كنديروا ليها هكا واحد المسيحه ديال الزبده. غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل المسمنات كاملين اللي عندي كيف ما كتشوفوا، ومباشره غادي ندوز باش نبدا نعمر فيهم. غادي ناخذ المسمنه الاولى اللي ربعنا وغادي نبداو نحلو فيها، نرقوها بطبيعه الحال. وشوفوا القياس ديالها كيفاش كيكون، حيت درنا الكويرات غير صغار حتى المسمنات ديالنا راه غيجيونا صغار. صافي نحاولوا هكا نقرصوها من الجوانب ومن الوسط كيف ما كتشوفوا، وغادي نديروا الحشوه في الجنب ونحاولوا اننا نعطيوها شكل مربع. وغادي نحتاجوا الفرماج ديال الساندويتش كيف ما كتشوفوا، غادي نحطوه في الجنب المقابل ليها. غادي نقطعوه بالقطاع ديال البيتزا اولا باي سكين، وغادي نبداو نجمعوها على هذا الشكل هذا. طريقه سهله جدا جدا، يعني كنوضعوا طرف ديال العجين فوق الكفته وكنربعوها حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. غادي نعاود معكم نفس العمليه. غادي نطلقوا المسمنه ديالنا اللي ربعنا، نطلقوها غير بالزيت، وغادي نحطوا الحشوه ديالنا. وبالنسبه للحشوه تكون بردات، يعني ما تحطوهاش وهي سخونه باش ما تقطعش لكم العجين. وغادي نحطوا القطعه ديال الفرماج حداها، نقطعوا العجين ونبداو نلمو فيها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. طريقه سهله جدا جدا، وصدقوني كتجي مورقه رائعه، النتائج ديالها مضمونه جدا جدا. صافي هنا استفت المسمنه ديالي في لاطا ديال الفرن. غادي نحتاجو صفار بيضه اللي غنضيفوا ليه صلصه الصوجا، وغادي ندهنوا المسمنات ديالنا من الوجه ديالهم كيف ما كتشوفوا. وفي هذا الاثناء كنت دايره الفران ديالي كيسخن مزيان من الفوق ومن التحت. خاصنا ندخلوا المسمنات ديالنا للفران، ضروري انه يكون مسخن من قبل. غادي ندخلوهم في الرف الوسطاني، نخليو عليهم النار من الفوق ومن التحت على درجه حراره 200 حتى كيتشمع لينا الوجه ديالهم كيف ما كتشوفوا. وعاد كنشعلوا عليهم غير من التحت وكنهبطوا حتى درجه الحراره 180 حتى كيذهبوا لينا وكيتحمروا وكيصبحوا على هذا الشكل هذا. بالنسبه لطريقه الطياب ديالهم راها مهمه جدا جدا، ضروري انكم في الاول كتشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت حتى كيتشمع عليهم الوجه ديالهم، عاد كتشعلوا عليهم من التحت وكتهبطوا درجه الحراره 180 وكتخليوهم حتى كيتورقوا وكيتحمروا وكيصبحوا على هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوهم، انا متاكده باللي غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. كيجيو مرقين مقرمشين محمرين معلكين من الداخل، من اروع ما يكون. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو لي لايك، ولا جربتوا هذه الوصفه رجعوا قولوا لي في الكومونتير كيفاش جاتكم. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده وتكبر القناه
وكنقول الناس جداد لاول مره كيشاهدوا القناه ديالي، مرحبا بكم والف الف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليت لكم راحه الله وبسلام عليكم.